ما تجيش روسيا لا لدراسه ولا الشغل من غير ما تعرف الكام معلومه اللي هقولهم في الفيديو ده. من غير كلام كتير اسمع الفيديو للاخر ويلا بينا. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جاي اكلمكم النهارده في معلومات مهمه جدا جدا جدا. لو انت شخص او طالب بتفكر تيجي تدرس هنا في روسيا او تشتغل، ما ينفعش تيجي البلد دي الا لو انت عارف المعلومات دي كويس جدا جدا جدا. اول حاجه لازم تسال نفسك انت جاي البلد دي دراسه ولا شغل. فانت لو عرفت الجواب هتوفر على نفسك وقت ومجهود كبير جدا، لان بشوف معظم الطلاب اللي موجوده هنا واللي بتفكر تيجي تفكيرهم بيبقى متشتت بين مليون حاجه. منهم اللي بيفكر يجي يدرس وبعدين بيبقى عايز يجيب مصاريفه الشخصيه ومصاريف الجامعه، ومنهم اللي بيبقى جاي شغل وبعد سنه سنتين بيحس ان سنين بتعدوا من عمره ويبدا يفوق لنفسه ويقول انا استفاد بالسنين دي بشهاده جنبها، يبقى هو استفاد بشهاده واستفاد بفلوس من الشغل. مين فيهم اللي تفكيره صح ومين فيهم اللي تفكيره خطأ؟ احب اقول لك ان تفكير الاثنين خطأ وملوش صله بالواقع. حتى اللي بيجي هنا يدرس وعايز يشتغل او يشتغل ويدرس في نفس الوقت ما بيعرفش ينفذ الكلام ده الا لو عمل كام معلومه اللي انا جاي اقولهم لك في الفيديو ده. اول معلومه وهي للشخص اللي جاي يدرس ويبدا يفكر بعد شهر او شهرين ان هو ينزل شغل على طول بحيث يجيب مصاريفه الشخصيه، بسبب ان فرق التحويل من ايا كان بلده ايه عالي، فعايز يوفر على اهله المصاريف ويبدا يوفر مصاريف جامعه للترم الثاني او للسنه الثانيه. احب اقول لك ان تفكيرك صح وكل حاجه، بس انت للاسف اخترت التوقيت الغلط. تقول لي التوقيت الغلط ازاي؟ لان التوقيت ده المفروض تكون مهتم باللغه بتاعتك ومهتم بالجامعه بتاعتك وبتعرف كل تفاصيلها، فانت لازم تهتم باللغه عشان هي اللي هتساعدك بعد كده في كل حاجه. طيب تمام، انا اهتميت باللغه واموري بقت تمام في الجامعه، عايزك بقى الفتره اللي بعد كده تبدا تنزل اليومين الاجازه اللي في الاسبوع. عندك يومين اجازه استغلهم ان انت تنزلهم شغل، ايا كان الشغل ايه هيكفي مصاريفك الشخصيه وتروق على حالك اكل وشرب في الاسبوع. انت كده خلاص جبت مصاريفك الشخصيه. نخش بقى في مصاريف الجامعه. عايزك في اجازه بتاع كل ترم ما بين الترم والترم حوالي 20 يوم او 25 يوم، عايزك دول تنزلهم شغل كلهم وتوفر الفلوس دي، سواء هتجيب بها لبس لنفسك، اكل بعد كده، ايا كان مصاريف الجامعه مثلا تساعد اهلك فيها، لازم تنزل تشتغل ال 25 يوم دول. وعندك برضو ما بين السنه والسنه حوالي شهر او شهرين، عايزك تنزل الشهر او الشهرين دول شغل لو انت بتفكر ان انت تدفع مصاريف الجامعه بنفسك. الاهم من ان انت تختار التوقيت اللي تشتغل فيه والتوقيت اللي تدرس فيه ان انت تختار المدينه والجامعه صح. هتقول لي ازاي اختيار المدينه او الجامعه يفرق معايا؟ لو انت جاي دراسه وهدفك فعلا الدراسه لازم تختار جامعه قويه. لو انت عايز تتعلم بجد، بنسمع كلنا ان روسيا كل الطلاب اللي فيها جايبه 50% و60% ولا في تعليم اصلا في روسيا. احب اقول لك ان الكلام ده خاطئ تماما، وفي جامعات لها ترتيب عالمي من اقوى 50 جامعه في العالم واقوى 100 جامعه في العالم، والجامعات دي موجوده في روسيا. فازاي الدوله بالاقتصاد القوي ده ازاي ما فيهاش تعليم؟ ما كناش هنشوف التطور اللي موجوده في روسيا في عز ما هي بتحارب اقتصادها قوي. فطبيعي ان في تعليم. الفكره كلها ان انت تختار جامعه قويه يكون ليها ترتيب عشان تعرف تتعلم بجد وتعرف يكون ليك مستقبل بعد كده. فاختيارك للجامعه ثم اختيارك للمدينه. اختيارك للمدينه اهم من اختيارك للجامعه حرفيا. هتقول لي ازاي؟ اختيارك للمدينه هو اللي هيخليك تشتغل جنب الدراسه. اليومين اللي انت هتحب تشتغل فيهم لو انت مش في مدينه كبيره مش هتعرف تشتغل. ازاي؟ هتيجي يوم عايز تنزل تشتغل فمش هتلاقي شغل، ان المدينه صغيره مش مدينه صناعيه اللي محتاجه عمال عشان تشتغل فيها، فده هيفرق معاك. الحاجه الثانيه اللي هتفرق معاك ان انت في التخصص بتاعك وليكن هندسي مثلا، فانت اختار مدينه يكون فيها صناعه وفيها تكنولوجيا عشان تعرف تطبق المجال بتاعك ده وتتطور فيه بسرعه. تاني حاجه بعد كده لما تتخرج ان شاء الله هتحتاج تتوظف او تكمل حياتك هنا. لو انت في مدينه صغيره من الاول ازاي هتكمل حياتك في المدينه اللي عشت فيها سنه وسنتين وحفظت شوارعها وحفظت كل حاجه فيها؟ ان انت تنقل لمدينه ثانيه الموضوع مش بالسهل، والمدن هنا في روسيا الكبيره محتاجه سنين عشان تفهمها صح. فانت اختار المدينه والجامعه صح عشان تعرف تنجح في البلد دي. لو انت بقى
هدفك الشغل وفي نفس الوقت عايز تضيع السنين دي بس تستفاد بشهاده بعد ما تخلص، احب اقول لك تفكيرك تمام وكل حاجه، بس عشان نظبط النقطه دي لازم تختار المدينه الصح. المدينه في الدراسه بتفرق وفي الشغل بتفرق. زي ما قلت لك ان المدينه الكبيره توفر ليك فرص شغل على مدار العام، والمهنه اللي انت محترف فيها هتلاقي ليها شغل ان شاء الله. بس تركز في المدن الكبيره زي موسكو، سان بيتر، سماره، كازان، اوفا، يكاترينبرج، كل المدن دي كبيره وهتلاقي فيها فرص عمل المناسبه ليك. تاني حاجه واللي كل الناس بتقع فيها ان بلاقيها مقدمه في جامعات قويه جدا وحتى تكاليف دراستها كبيره، بس هو ما كانش يعرف الكلام ده، يعني بيرجع بيه الحال في الاخر ان هو يتفصل ويبقى كاسر فيزا لان هو هدفه شغل، مش فاضي لوجع دماغ الدراسه وكل يوم حضور. فطبيعي عايزك تركز في نقطه الجامعه. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ما تمشيش ورا الشخص اللي مقدم لك ويقول لك لا الجامعه دي امورها تمام وما تقلقش وانا ليا اللي يخلص جوه، انت بس ما تحضرش ومش هتتفصل وتلاقي نفسك مفصول، والكلام ده انا شفته بعناية بدل الواحد مليون. فعايزك تركز انت جاي على جامعه ايه؟ جامعه ولا قويه زي الجامعات القويه ولها ترتيب، ولا جامعه ضعيفه. هتقول لي يعني ولا جامعه قويه ولا جامعه ضعيفه؟ هقول لك مش جامعه قويه، لان لو جامعه قويه طبيعي انت لازم تحضر ولو ما حضرتش هتتفصل، وجامعه ضعيفه ما تضمنش بجنيه ان انت في اي وقت ممكن تتفصل. الجامعات الضعيفه دي لما الدنيا بتشد في روسيا فطبيعي انت بتتفصل في ثواني. هتقول لي ازاي؟ هقول لك ان انت الجامعات القويه لما الدنيا بتشد زي ما قلت لك بيبداوا يفصلوا ناس عشان الحكومه بتبقى ضاغطه عليهم تقول لهم الناس دي فين. فانت اختار جامعه متوسطه. الجامعه المتوسطه هتكون متفهمه الحضور والغياب بتاعك. في جامعات متوسطه برضو شبه قويه ما تروحهاش، خليك في الجامعه المتوسطه شبه ضعيفه. الجامعه دي بيبقى يعني ايه لها ثبات في موضوع الحضور والغياب وهتعرف تمشي دنيتك وفي نفس الوقت مش هتفصلك بسرعه او فجاه زي الجامعات الضعيفه. فانا بقول لك اختار الجامعه المتوسطه. عشان كده اخترت الجامعه المتوسطه وامورك بقت تمام كده، انت شبه بتبدا تمشي على الخط الصح. اخترت مدينه كويسه وكبيره، اخترت جامعه متوسطه، يبقى انت كده اضمن لك مليون في الميه ان انت تعرف تشتغل وتعرف توفر فلوس ومش هتتفصل فجاه وتترحل وتكسر فيزا في الاخر. وبكده تكون عرفت انت لو جاي دراسه ايه اللي المفروض تعمله وايه الوقت الصح اللي تعمله فيه، ولو انت جاي شغل ايه المدينه الانسب ليك. زي ما قلت لك مدينه كبيره وجامعه مش ضعيفه ولا قويه. وتاني هقول لك المدينه ثم الجامعه هم اللي بيتوقفوا على نجاحك في البلد دي. ومش هنسى اقول لك ان الشخص اللي مقدم لك عليه عامل كبير جدا، لان هو عارف الكلام كله اللي انا بقوله ده وهو مر بالكلام ده، وعارف ان معظم الشباب اللي بتيجي هنا بتبقى متشتته في مليون حاجه، ولا هو بيعرف يدرس ولا هو بيعرف يشتغل. بس بعد المعلومات اللي انا قلتها لك دي اضمن لك مليون في الميه ان انت لو نفذت الكلام ده صح اقسم بالله هتنجح في البلد دي. لو اي حاجه ما عملتهاش زي ما قلت لك وسبت نيتك للي بيقدم لك كده انت هتروح في 60 داهيه. اختار الشخص اللي بيقدم لك صح، اسال على الجامعه اللي انت مقدم ليها وادخل شوف بنفسك كل حاجه عنها، واسال ناس فيها هل مشدده في الحضور والغياب ولا لا، وبرضه اسال عن المدينه اللي انت جاي فيها هل المدينه دي اصلا فيها شغل ولا لا، هل الناس اللي موجوده فيها بالفعل شغالين والمهنه اللي انت عايز تيجي تشتغلها موجوده ولا لا. ولو انت عندك اي سؤال عن اي مدينه او عن اي جامعه ان شاء الله هيكون في فيديوهات الفتره الجايه عن كل الجامعات وعن كل المدن، والخص لك كل الكلام اللي يفيدك هنا على القناه ان شاء الله. فما تنساش تروق الكلام لان انا بحاول اجمع اكبر كم من المعلومات عشان انت تستفاد وعشان تنجح في البلد دي. فانا مش عايزك تغلط في الغلطات اللي انا وقعت فيها وكل اصحابي وقعوا فيها عشان تنجح في البلد دي. وانا بتمنى لك حياه كويسه في اي دوله. ما تاخدش الكلام ده عن روسيا بس، خده عن اي دوله تانية لو انت بتفكر او ربنا كرمك في اي دوله تانية. وان شاء الله هيكون في فيديوهات من نصايح دي كتير الفتره الجايه، وهتكلم عن كل الجامعات وكل المدن ان شاء الله، بحيث انت تيجي كشخص فاهم وعارف انت بتعمل ايه، مش ماشي ورا اي حد وخلاص وسايبها على الله. احنا كلنا بنسيبها على الله وكل حاجه، بس بناخد بالاسباب وبناخد بالحاجات اللي تفيدنا في حياتنا. مش هطول عليك اكتر من كده، يا رب تكون استفدت ما ضيعتش وقتك على الفاضي. ولو استفدت ما تنساش تروق الكلام، كل فيديو لايك كومنت سبسكرايب وشير في كل مكان، واستناني في فيديو جديد.